هل حضرتك شايف ان كل مرض ابتلاء او كل مرض شر؟ لأن مصايب الدين هي دي المصايب الحقيقية، ازاي المريض اول ما يتشخص يقلل من احساسه بمصيبة المرض؟ وبالتالي ده يقلل همومك ويقلل خوفك من اللي جاي. هل كثرة التفكير بيأثر على المرضى؟ في أمراض أخطر من المرض اللي عندي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور في دمتم سالمين. أهلا وسهلا. دايما حضرتك بتقول لنا اننا بنتعلم كتير جدا من المرضى الروماتيزم بتوعنا، صحيح، وكمان علمتنا ان التعامل مع التوتر مهم جدا في علاج الامراض الروماتيزمية. من أهم الحاجات. عندي سؤال لحضرتك، هل حضرتك شايف ان كل مرض ابتلاء او كل مرض شر؟ لو كل مرض شر ما كانش الأنبياء كانوا أكثر الناس ابتلاء، وما كانش عندنا نبي زي سيدنا أيوب قعد 14 سنة عنده شلل رباعي. لأن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فغالبا بتبقى الابتلاءات محبة. المؤمن يعمل إيه؟ المؤمن لما تحصل له مصيبة المرض يعيد حساباته مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم مع أصحاب الحقوق، وإذا في ناس قال لهم أصحاب حقوق يردها لهم. الحاجة الثالثة المهمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لنا إن مش كل حاجة بنفتكرها شر هي شر، ومش كل حاجة بنفتكرها خير هي خير. السنة النبوية كمان علمتنا إن عام الحزن اللي هو توفى فيه السيدة خديجة وعم النبي عليه الصلاة والسلام هو كان عام الإسراء والمعراج، وبالتالي منتهى الشر كان فيه منتهى الخير ومقابلة الله سبحانه وتعالى. الحاجة كمان المهمة إن ساعات في حاجات بتحصل في الأقدار هي عشان اختبار من الله سبحانه وتعالى، انت فعلا مؤمن ولا لا، والإيمان بالقدر خيره وشر. وشره. تمام يا دكتور، ازاي المريض اول ما يتشخص يقلل من احساسه بمصيبة المرض؟ هنا أنا بستلهم كلام سيدنا عمر، وهو إن في 4 حاجات أرد بيهم على أي ابتلاء شديد. الأول إن مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام هي أكبر مصيبة لا تدانيها أي مصيبة ممكن تتعرض لها في حياتك. نمرة 2 إن في مصايب أكتر من اللي جات لي، في أمراض أخطر من المرض اللي عندي، في أمراض ملهاش علاج. 3 إنه مهم جدا إن أنا أستدعي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالي، لأن في الوقت اللي فيه مرض فيه نعم تانية غيري نفسه فيها، وربنا سبحانه وتعالى ما أردش إنه ينعم عليه بيها. الحاجة الرابعة إن أنا أحمد ربنا إن مصيبتي مش في ديني، لأن مصايب الدين هي دي المصايب الحقيقية. تمام يا دكتور، حضرتك شايف يا دكتور ازاي الناس تخفف من شعورها بالهم والتوتر المستمر؟ سيدنا علي بلغنا إن الهم هو أكتر حاجة تكسر ابن آدم، وعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من الهم والحزن في أذكار الصباح وأذكار المساء 3 مرات و3 مرات. طب إيه اللي بيجيب الهم؟ اللي بيجيب الهم 3 حاجات: سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، التفكير الكتير في اللي جاي، وإن أنا في حاجة تعباني من وأنا صغير بيسموها كتلة الألم علماء النفس، تعباني لحد دلوقتي. عشان تقلل همك ما تفكرش كتير، توكل على الله. 2 اي حاجة تعباك في الماضي كتلة الألم، افتح الشنطة اللي انت حاطط فيها الحجارة دي وتخلص منها، واكتر حاجة تخليك تقدر تعمل ده احساسك بالنعم واحساس الامتنان. والمستقبل ما تخافش منه، المستقبل ده فالله خير حافظه، ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك ويحفظ ولادك ويحفظ مستقبلك، واذا حصل فيه ابتلاء فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبالتالي ده يقلل همومك ويقلل خوفك من اللي جاي. طيب حضرتك شايف ازاي نبطل نخاف او نقلل من خوفنا من المرض؟ ازاي؟ 1 انك تعرف المعلومات الصحيحة عن المرض، لان معلومات كتيرة جدا 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 عن اي مرض غلط على الانترنت. تمام. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فندور على اللي بيتكلم ده دكتور ده تخصصه ولا لا. الحاجة التانية انه متبع القواعد العالمية ولا لا. 3 في مصادر او قنوات دعم للمرضى نتبعها، مش قنوات على الواتساب ولا على التليجرام اللي هي جروبات للأسف معلومات كتير منها من غير ما حد يزعل مني غلط، وبتتقلب إلى مجموعات لطيم مع الوقت. نمرة 2 وده مهم جدا ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي جالك قد وسعك. 3 وده مهم جدا،
نعرف ان حاليا معظم الامراض الروماتيزميه لها علاجات فعاله جدا بشروط. اولها العلاج المبكر والتشخيص المبكر، الانتظام في العلاج، تغيير نمط الحياه، والاهم من ده كله قبل كل وبعد كل ده الاخذ باسباب الشفاء الاخرى زي الصدقات، زي الدعاء، زي الصلاه على النبي، زي الاستغفار، مع ان احنا نبقى عارفين ان حسن الظن بالله هو مفتاح الشفاء. تمام يا دكتور. هل كثرة التفكير بيأثر على المرضى؟ وإزاي نقلل من التفكير؟ الدراسات اثبتت ان معظم اللي بيفكروا كتير تفكيرهم بيبقى سلبي، وعشان كده مهم جدا انك توقف كتر التفكير. طب ازاي؟ واحد، ترتيب الاولويات. شوف اولوياتك ايه وحط الاولويات الحقيقية في حياتك الاول. نمرة اتنين، استخدم ورقة وقلم عشان مش كل حاجة تبقى بتلف وتدور في دماغك. تلاتة، امنع الاسترسال في الفكر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تجيلكش فكرة سلبية، مثلا ابن اتأخر يبقى حصلت له حادثة، ده ممكن يبقى مات، لا ده كده ممكن يغيب السنة عن الدراسة ويفشل، ولما يكبر يبقى عنده إعاقة، ونفضل في أفكار سلبية. الفكرة تجيب الفكرة لمجرد إن إحنا استرسلنا في الفكرة. فنمنع الاسترسال ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واعرفوا حاجة مهمة جدا، ان النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. وبالتالي حاول ان حديث نفسك دايما يبقى ايجابي ويبقى فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وطرد للشيطان. وطبعا مش هنوصيكم بكثرة السجود. ممكن كمان تكلمنا عن أهمية التواصل مع الطبيب المعالج باستمرار؟ 20 سنة في المهنة دي اكتشفت ان اكبر مشكلة بتقابل المرضى هو التواصل مع الطبيب المعالج. عشان كده معظم الاسئلة اللي بتجيلنا مثلا اقول له بعد الرجوع للطبيب المعالج ارجع للطبيب المعالج. الناس بتتضايق مننا ساعات وتقول له انتوا مش عايزين تجاوبوا. الفكرة كلها ان اللي معاه السيناريو كله او معاه الفيديو كله او معاه السكريبت كله او معاه التاريخ المرضي كله هو الدكتور المعالج. او تروح لدكتور جديد عشان الدكتور يبدأ معاك الرحلة دي من اول وجديد، بس اعتمادا على التاريخ اللي فات. وبالتالي احنا هنا في مركز الروماتيزم كانت دي اهم اولوياتنا. عشان كده احنا تقريبا مواعيد العياده بتبدا من 10 الصبح مثلا لغايه الساعه 4 العصر، بنقعد بعد الساعه 4 لغايه الساعه 9 بالليل في بعض الاحيان و10 بالليل نرد على الاسئله، سواء الحالات اللي متابعه معانا بنطلع الفايلات وبروسيس طويلة جدا من الرد على الأسئلة والتأكد من الفايل ومراجعة الأدوية، وتيم كامل بيشتغل على الموضوع ده، مش مجرد فرد واحد. أو إن احنا نرد على الأسئلة اللي جاية لنا من بره علشان نقدر نزود وعي الناس بالأمراض الروماتيزمية ونديهم الردود السريعة للمشاكل اللي نقدر نرد عليها. لكن طبعا وسيلة الاتصال المظبوطة في بعض الأحيان بتبقى إن احنا نستدعي المريض لغاية عندنا. طب يا دكتور، حضرتك قلت لنا قبل كده إن أحيانا المرض بيبدأ بعد موت حد عزيز علينا. التصالح مع فكرة الموت مهم جدا. كتير بسأل المرضى بدأت الأعراض من إمتى؟ يقول لي بعد وفاة أبويا، بعد وفاة أمي، بعد وفاة بنتي. عشان كده الدراسات أثبتت إن كتير من الحالات بتبدأ تنشيط المناعة وبدء المرض بعد وفاة عزيز. يا جماعة، الموت انتقال من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ بقوانينها. الحياة الدنيا الروح حبيسة الجسد، الحياة البرزخ من قوانينها ان الروح بتنطلق. عشان كده ممكن اللي يكون بتحبه وزعلان ان هو مش جنبك دلوقتي روحه منطلقة، قاعد مع سيدنا الحسين، قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع الصحابة، مع الحبايب اللي طول عمره بيكلمك عنهم وانت ما شفتهمش، واحيانا تحس ان هو حواليك انت كمان. الحاجة التانية وممكن جدا يكون في نعيم القبر. الحاجة التالتة هسألك سؤال وترد عليه بصراحة كده، انت اكتر حاجة بتتمناها اللي بتحبهم ايه؟ حسن الخاتمة. لو عندك حد ربنا سبحانه وتعالى قسم له حسن الخاتمة يبقى ما تزعلش عليه خالص، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى في نعيم القبر إلى يوم القيامة، ثم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة كمان المهمة جدا هو إن حزنك مش هيوصل للمريض. حزنك لو رحت تزور المريض وشافك زعلان هيزعل لو أنت بتزوره. اللي يوصله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا بيه، اللي هو الدعاء، العمل الصالح أو صدقة جارية، التصدق، قراءة القرآن، وإنك تزوره من وقت للتاني. بزعل قوي إنه حد يبقى حزين قوي وأسأله آخر مرة زرت قبر والدتك إمتى؟ يقول لي من سنة. لازم نزورهم ولازم نتكلم معاهم لأن هم بيسمعونا. وبالتالي مهم جدا إنك تتصالح أصلا مع فكرة الموت. هل العيلة ليها دور مهم في علاج الأمراض الروماتيزمية؟ من وجهة نظري إن 50% من المرضى اللي بيتحسنوا سبب التحسن الدعم الأسري. يعني ايه دعم اسري؟ مش مطلوب منك ان انت تتفرغ للمريض، بس مطلوب منك انك تحس بيه،
تطبطب عليه، الحاجات اللي مش قادر يعملها تعملها له، تبقى حسسه باستمرار ان قلبك عليه، تروح معاه للدكتور. يعني جيلي ستات كتيره قوي، طبعا عشان اكتر في الستات، لوحدها من غير ما يبقى جوزها معاها، من غير ما يبقى ابنها معاها. ده مهم جدا انك تبقى معاهم. اتنين، تنظيم الاكل. هو مسؤوليه من مسؤوليات العيله انها تنظم الاكل، ناكل كلنا اكل صحي مع المريض. تنظيم النوم مهم جدا، ان احنا البيت كله يبقى له سيستم معين في النوم. مهم جدا كمان ان الحاجات اللي مش قادر يعملها المريض، الاعتناء بنفسه، نساعده فيها في المرحله الاولى من العلاج. وان احنا نتخلص من كلمه الروماتويد. يا جماعه مهم جدا انكم تبقوا فاهمين ان المريض مش روماتويد وطلع له بني ادم. البني ادم ده بني ادم وعنده شويه روماتويد. حتى بقول للمرضى ساعات، وانت عارفه الكلام ده، بقول لهم سموا الروماتويد اي اسم تاني، سموه عباس، سموه فوزي. فوزي عامل معاكي ايه، عباس عامل معاكي ايه اليومين دول، بدل ما نقعد نكرر كلمه روماتويد ونحس ان المريض بقى عباره عن روماتويد وهو بني ادم. طب يا دكتور، ازاي المريض يملأ قلبه بالأمل؟ انا من وجهه نظري ان اي انسان مش مريض بس من غير امل هو فقد كتير من انسانيته. والفرق بين الالم والامل هو ترتيب الحروف. فعيد ترتيب قلبك تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه شديده جدا، اعرف ان في رب كريم، عليم، خبير، لطيف، شافي. وان ربنا سبحانه وتعالى اللي انت مش هتاخده من وجهة نظرك في الدنيا هتاخده في الاخرة. وان انت ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، مش العادل، العدل اسم المصدر. وبالتالي تبقى مطمن وانت ماشي في حياتك ومليان امل. لسه فكرة جايه لي كده من يومين وانا ماشي، لو كل واحد فينا بص للناس اللي ماشيه في الشارع بدل ما هو مستني ان هم يغلطوا عشان يصب عليهم لعناته، انه دعا لهم ودعا لنفسه نفس الدعوه. يعني واحد بيعدي الشارع مثلا، ماسك ايد امه وماسك ايد مراته، يقول ربنا يخليهم لك ويخلي لي امي ومراتي. واحد تاني شايفه بيكسب رزقه وبيجري على رزقه، ربنا يرزقك ويوسع ارزاقنا. لو مشيت بهذا الشعور المستمر هتحس بالنعم اللي ربنا مديها لك، وهتحس بامتنان ناحيه نعم ربنا سبحانه وتعالى، وهتحس كمان ان الناس فيهم خير مهما كانوا وحشين. وبالتالي قلبك يتملي امل. وطبعا التدبر في كتاب الله المسطور القرآن الكريم، والتدبر في كتاب الله المنظور اللي هو الكون، عشان قلبك لما يتملي امل اكيد الالم عندك بيقل. شكرا ليك يا دكتور.